السلام عليكم. معانا النهارده بتنجانه رومي، هنعملها كده مقبلات جنب الاكل بطريقه حلوه قوي وصحيه ومن غير كمان قلي. هجمع التتبيله 3 4 فصوص توم مهروسين، تشكيله فلفل الوان، طماطم متقطعه صغير، والتوابل معايا هاخد ملح وفلفل وكمون. هضيف عليهم معلقه خل تفاح. قلب بقى الكلام ده كله مع بعض. وبعدين معايا هنا بتنجانه هخليها بالتاج بتاعها كده، وابتدي اقسمها. بس التقسيمه ما نزلش السكينه للاخر، انا عايزه البتنجانه برضو تبقى ماسكه نفسها بالشكل ده. هجيب بقى كل جزء واضيف شويه من الخلطه اللي عملتها. البتنجانه خلاص اتحشت، في شويه من الخلطه اتبقوا معانا، هنشوف دلوقتي هنعمل بيهم ايه. جبت حله ميه وحطيت عليها مصفى عشان عايزه اسوي البتنجانه على البخار. حطها بقى كده في المصفى وغطي عليها واستنى لحد ما تستوي. البتنجانه خلاص استوت. هجيب بقى شويه الخلطه اللي اتبقوا مننا وهحط عليهم كده حاجه زي معلقه زيت زيتون، وهقلبهم مع بعض وانزل بيهم كده على البتنجانه. ده الشكل النهائي معانا للبتنجانه. عايزه اقول لكم ريحتها جميله جدا وبيبقى طعمها حلو قوي لانها كمان صحيه، يعني ولا قليناها ولا اي حاجه. بصوا، يا رب النهارده طريقه المقبلات تكون عجبتكم، ولو عجبكم الفيديو فضلا الاشتراك في القناه.